السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبد الرحمن او تايلر، والنهارده رجعت لكم بفيديو جديد ان شاء الله مع المشتركين وهو انتم طبعا. ان شاء الله يا جدعان هنعمل فعالية بسيطة جدا وهي عبارة عن مواقفكم المحرجة. الصراحة انا مش بحب افضح حد، لكن استثناءات كده محتاجين طبعا نهزر كده شويه معاكم. فان شاء الله يا جدعان اي فعاليه تانية هتحصل ان شاء الله قريب هتلاقوا تحت لينك سيرفر الديسكورد. لو قريب حصل ان شاء الله اي فعاليه هنعلن عنها، وبرضه هنبقى ننزلها في اليوتيوب كنوع من التصوير ونوع اللي انتوا تتشجعوا معانا، عشان كل اللي هيصير النهارده انا ما اعرفوش. تمام، انت مين يا هذا؟ تعالى يا توني قول الموقف المحرج. في مرة كنا احنا رايحين المصيف، تمام. فروحنا في فندق دوت. انا كنت عادة لما كنت عاوز اخش الحمام ونكون في الكافيتيريا بنزل تحت اللي هو في الاوضه بتاعتكم. كان يوم ماتش الاهلي ضد حد، تمام. فانا كنت كسلت ان انا انزل لسه تحت، لان كان الكافيتيريا في الدور الخامس وشقتنا في الدور الثاني. فانا كسلت الصراحه، فقلت خلاص هروح الحمام بتاع الكافيتيريا، وريتني ما رحت. انا ما كنتش عارف انهي الحمام الرجالي وانهي الحمام الحريمي، وما كانش مكتوب. دخلت قعدت ابص برضو، يعني حتى ما ادخلش واكمل واخلص، لا قعدت برضو واقف لحد ما لقيت سن وبنتها داخلين. الواد ده اكتشاف. دخلت معاهم دخلت معاهم. فانا قلت لهم حمام بنات ايه؟ امال ايه ديت؟ عارف اللي هي البتاعه بتكون في حمام الرجاله ديت؟ ايوه عارف. منها بس صغيره. قلت لهم امال ايه ديت؟ مش ده حمام الولاد؟ قالت لي لا، ما ديت معمول للبيبيهات الصغيرين. السنة اللي فاتت وأنا في أولى إعدادي كنت طالع من الفسحة، فهو الفصل بتاعنا حواليه سلم البنات وسلم الولاد، والأرض من بورسلين، تمام. فأنا بقى كنت طالع جري على الفصل كده، رحت واخد وأنا على باب الفصل رحت واخد زحلقة جامدة، وكان في 3 بنات قدامي. يا عمود يا فقري. قمة الإحراج. هو تقريبا يعني هتبقى معظم القصص كلها عباره عن لا اما دخلت حمام بنات او اتزحلقت قدام بنات او حصل لي حاجه قدام بنات. هو تقريبا هو ايه حكايه البنات في الحوار يا جدعان؟ مرة كنا أنا وواحد صاحبي في المواصلات وكده، وكان في ناس بياكلوا ورانا. راح واحد من اللي ورا قال لصاحبي اتفضل. راح صاحبي قال له لا شكرا. راح قال له لي لا شكرا، اتفضل اديله واحد. من ساعتها ما بشوفش صاحبي. بص يا اسطى بص تعالى برفص املنا كله فيك يا برفص. ماشي. كنا في فصل، كان ساعتها العدد عندنا في الفصل كبير قوي، تمام، بنات وولاد. فكان ساعتها اليوم ده تقريبا كنا هنستلم حاجة أو هنروح نطعم حاجة زي كده يعني، تمام. فكان في تجمع، فجت مدرسة كده، تمام، أو مشرفة جت تنادي على البنات. فأنا بقى ما سمعتهاش، فأنا رحت ماشي معاهم وخلاص. المشكلة إن واحد صاحبي شافني وقعد ينادي عليا وشاور لي وقال لي تعالى بسرعة، وأنا عمال أبص له أقول له تعالى أنت، يعني مش علينا. فهو قعد يضحك وقعد يشاور لي. لقيته بيقول لي الميس كانت بتنادي على المواد ده. ساعتها اقسم بالله من كتر الاحراج انا ما كنتش عارف ابص في وش حد اليوم ده، حتى صاحبي. طب وصاحبك ماله؟ ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس وتشوفوا الاعلانات الاخيره عشان عايزين ناكد عمنا تايلر عيش وملح. كده فيه تمام. انزل يا برفص انزل الله يستر. الو، انت عندك كام سنه بس الاول؟ 13. ازاي يا جدعان بجد الحنجره دي ايه يا جدعان؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. ها قول. انا كنت بعد صلاه العيد طالع اشتريت مسدس خرز. بعدين طلعت على الشارع لقيت راجل عجوز ماشي هو بنته الصغيره. فضلت اضرب في الراجل العجوز. بعدين وصلت ورايا ام البنت اللي كانت جنبه، والراجل يعني الراجل العجوز كان بيجري ورايا. اصبر يا مصطفى. الراجل ده كان ايه لازمته في العيله؟ مين ده؟ جد البنت. يا سبحان الله. فالست خدتني من ورايا وفضلت تقول لي اسمع يا ابني، انت فين عيلتك؟ انت فين بتاع ده؟ فقلت لها على اسم جارتنا ان هي بيتي. وبعدين ودتني لغايه البيت، فخبطت على بيت جارتي، فقالت لي شوفي ابنك عمال يضرب ابويا في الشارع ومش عارفه ايه. فالست الجاره بتبص لي كده قوي. بعدين فهمت الموضوع وقالت لها اوكي خلاص مش عارفه ايه. بعد ما مشت الست هي وابوها والبنت الصغيره، خدتني وودتني عند امي. تسلم الاهالي اللي انا عايش فيه ده يا رب. بص يا اسطى، ابويا اخواتي فكنا نازلين في البحر، واحنا نازلين مره واحده اخويا الصغير كان لزق فيه قنديل في ظهره. لا ابويا قال لي روح امسكه وطلعه من البحر. انا جيت امسكه، القنديل مسك فيا انا واخويا. ابويا جاي يمسكنا، القنديل مسك فيا انا وابويا واخويا، قعدنا نتكهرب. العيله كلها توب التوب الصراحه يعني. القنديل عمل سلكت للعيله.
تعال يا احلام تعال. ولو الموقف ما طلعش اقسم بالله عيد اللي هولع فيك يا دريم. هو موقف الحاج، بس انا سالت الحاج قال لي قول عادي. ابويا موجه ما يكلم فهو بيلف على المدارس، في يوم راح مدرسه لغات تمام. فكان منهج سنه رابعه جديد نزل، فهو كان قاعد جنب بنت ورا في المدرس عمال يشرح كله بالانجليزي. فابويا بيسال البنت انت فاهمه حاجه؟ فهي بتقول له انت بتكلمني بصفتك ايه؟ عيب، احنا جايين هنا عشان نتعلم. وي حبيبي. اقول لك موقف محرج قوي. تعال قول الموقف المحرج قوي. نفسي اسمع موقف محرج قوي. اصبر بس قبل ما تقول. الحوار فيه اكيد بنت صح؟ انا كنت في رمضان ماشي في الشارع في رمضان كان معايا صاروخ، فرحت حط البطارية الراجل رحت جاي. ليه الاذى؟ لا ايه ده استنى. انا كنت قلت الحوار فيه بنت، انت كنت قلت لي فالراجل فطر عليا. انت عبيط يا اسطى. دخل ده بلا بقول. ماشي كرافت عشان هتتشلوح. حبيبي ايه التلوث اللي انا بسمعه ده كده؟ مرة وانا صغير، مش صغير قوي يعني، في الحضانة. كنت عايزة اتعرف. انت عندي كام سنه اصلا عشان تبقي في الحضانه؟ استغفر الله العظيم يا رب. بلا صيح. كنت عايزة اتعرف على واحدة معايا في نفس الفصل، وكنت بمشي وراها في الفسحة، معرفش ايه العبط ده. المهم فلسه هي هتتعرف عليا، لسه يعني كنا هنتعرف. لقيت والله العظيم واحدة ورايا قامت جاية مزقاني، قامت موقعاني على وشي، والبت اللي كنت عايزة اتعرف عليها قامت ضحكة عليا ومشت وسابتني. اتعرفت عليها في الاخر؟ لا لسه طلعت. تعالى يا فنان. برضه طبعا كل المواقف دي كان كلها مهرسجية خالص وكلها معروفة بنات ومش بنات. أنا أحكي لك أنا موقف من عندنا من الآخر. قول اطربني. بص يابا، أنا كنت رحت شرم الشيخ طبعا، يعني كان في حاجة ايفنت كده، كان أنت كوديك عند الصحراء فبس، وكان في جنبهم هضبة، والهضبة دي كانوا حاطينها يمكن تتسلقها. كان في مكانين، واحد المحترفين اللي هم الناس اللي بيعرفوا يتسلقوا جايبين لهم معدات ومش عارف ايه وبيتسلقوا، وفي النوع التاني لا اللي هي الأطفال مثلا اللي يقدروا يتسلقوا. أنا كنت ساعتها لسه صغير، كان عندي 9 سنين. فانا رحت عملت نفسي نمره وحاولت انا اتسلق بتاعه المحترفين بايدي. ايدي زفلطت، قمت انا نازل كده مدحرج لغايه حته قريبه كده، بعدها طلعت قمت انا مهبوط على ظهري، بس اتهبطت على رمل فما حصليش حاجه، بس من الخضه كل الناس كانوا بصوا لي. رحت قمت صراحه لابويا، قال ابويا ظهري وجعني، لقيت ابويا عامل من بقى بيقول لي انت مين؟ انا ما اعرفوش. ما عندكش بالمره انت اي موقف تقوله بالمره؟ بس ينفع يتقال ما ينفعش يتقال. تمام. انت بتصور فيديو يوتيوب اول حاجه؟ بجد والله. وانا مبدئيا كده داخل اقول نكته عشان ما عنديش موقف الصراحه. المشكله ان في حاجه غلط انت مش واخد بالك منها، اللي هي عباره عن مش مهم لا تعرف في الاخر. بص اقول لك نكته بجد، هو ايه؟ ولو فسرتها تعرف انا مين. انت مين؟ انت حد عرفك اصلا؟ استنى كده، هو انت مش نفس النصاب اللي قلت لي على 50 جنيه تقريبا؟ لا مش لا ما حصلش. لا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الموقف ده حصل وانا في سنه رابعه. انت في سنه كام دلوقتي؟ 6. لا يا راجل. اللي حصل كالتالي، اللي انا كنت قاعد في امان الله، الرائده كانت واقفه علينا، قعدت على الديسك بتقول له اقعد، قعدت وطلعت تاني على الديسك او ضرباني بالقفا. والقفا طالعه بسم الله ما شاء الله يعني. هو حصل لي موقف تاني. كمان واحد بتخانق مع واحد في نفس السنه، زقني على البنات مرتين. المره الاولى عدت على خير، زقني تاني بنت ضربتني بالقلم. انت ليه حياتك كلها تهزيق وانت صغير؟ وحاليا محدش بيبص لي دلوقتي. اضحكك وتدي 150 جنيه. يا ابني انت مش لاقي حد تلعب غيري. ايه الواد ده يا جدعان؟ مركب سيرفيز ده زي الميكروباص، بس احنا بنقول له سيرفيز عندنا في اسبوع. ماشي. فكان في واحد صغير كده، واحد عنده 6-7 سنين كده، ماسك ايد امه وابوه. ماشي. فانا واقف عمال زي اي عيل اهبل، عامل لي بوشه كده وقعد اغمز له وكده. راح نادى ابوه وقال له يا بابا الواد ده بيعكس ابوي. والله ده اللي حصل. انا حرفيا حطيت وشي في الارض وطلعت اجري على اي اقرب سيرفيز. السيرفيز رقم 8 كده بيوديني البيت. صوت صفير بلبلي. والله ما عنديش ولا موقف ولا حاجة، بس حط لايك واشتراك عشان الراجل ده بيتعب، طلع عينه بقاله ساعتين. راجل محترم يا جدعان، واسمعوا من الراجل ده وادخلوا سيرفر ديسكورد عشان بس الصراحة مش عايز اعمل حاجة تاني. قبل كده فتحت حساب بنت في فيسبوك، فرحت لصاحبي لأبو صاحبي كلمته، قلت له أنا جوز بنت ابنه، فقال لي متأكد؟ قلت له اه. استنى في تلوث من شوية سمع. انت انا ايه؟ فتحت حساب بنت، رحت
لأول صاحب مش دي، ماشي كمل الموقف رحت الاول قول الموقف لأول صاحب الأول. قلت له أنا جوز ابنك. فقال لي إيه؟ ازاي انت ازاي؟ فاعتبره مؤنث. فقال لي متأكد؟ قلت له وأنا بحبه وهو بيحبني. فصاحبي اتعمل منه كفتة واتعمل فيه حاجة عيب. وبس كده يا جدعان، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. طبعا لو عجبكم اللايك والاشتراك عشان نكمل في السلسله البائسه ديت. اي نعم احنا بندفع قوي فيها الصراحه، وكميه التعب اللي بيبقى موجود فيها. طبعا شكرا لكل اللي شاركوا معانا في الفيديو بتاع النهارده واللي طلعوا، وطبعا اللي ما طلعوش معانا في الفيديو. ان شاء الله في لسه فعاليات كتير قوي ان شاء الله قدام. وبس اتمنى الفيديو يكون عجبكم، اشوفكم في الفيديو الجاي. يلا مع السلامه يا جدعان.